يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. عاملين ايه؟ وحشتوني. اتمنى منكم لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الصلاه على النبي في التعليقات، فضلا وليس امرا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مره بتشوفوني انا اسمي ام هنا. بصوا بقى معانا النهارده ايه؟ شوربه خضار تحفه، جميله. اعمليها في بيتك وتدفي، صيف تمشي شتا تمشي. وكمان الايام دي مطلوبه قوي شوربه الخضار للاولاد وكده عشان خاطر نزلات البرد يعني هي جميله، اعتمديها على طول في بيتك وكلها مفيده ومغذيه. واعمليها في بيتك. بصي بقى، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك والمتابعه والشير فضلا منكم وليس امرا. بصوا بقى، انا النهارده جبت ايه؟ جبت حله وجبت معلقتين سمنه صغيرين، او معلقه سمنه من اللي هي من الكبيره دي، مش كتير برضو. انت عايزه تعمليها بسمنه، عايزه تعمليها بزيت، عايزه تعمليها بسمنه بلدي، اي ماده دهنيه عندك تمشي ما بتقولش لا. بصوا بقى هنا معايا الخضار. الخضار طبعا انتوا عارفين شوربه الخضار متكونه من ايه؟ بطاطس، جزر، فاصوليا، بسله، وبسم الله الرحمن الرحيم، آه اللي هي الكوسه. تمام. شوربه الخضار بتبقى متكونه من كل ده. اهم حاجه انا سبت الحله تسخن او عملت معاها معلقه سمنه ونزلت فيها معلقه سمنه. لما معلقه السمنه سخنت انا خليت شوربه الخضار اللي معايا تطش، اللي هو الخضار كله يعني تطش، اللي هو ايه, بنزلها على سمنه سخنه. ليه بقى؟ لاني انا هفضل اشوحها شويه مع بعضيكم. انا جريت لكم الفيديو عشان ما ياخدش من وقتكم كتير. حطيت هنا طماطمية اسمها نصين، ورقتين لورو، معايا نص معلقه فلفل اسمر او ربع معلقه على حسب الكميه اللي معاكي، وطبعا نص معلقه ملح. بصوا زي انتم ما شايفين انا ايه، انا عماله اقلب. طبعا انا جريت لكم الفيديو خالص، هي نزلت شويه ميه صغيرين جدا وشربتهم وانا برضو بقلب في السمنه. ما ترميهاش على الشوربه كده، قلبيها الاول، حمريها كده يعني، خليها تاخد ايه، تشويحتين على النار. بتديكي تست حلو جدا جدا في طعم الشوربه وانت بتاكليها. بصوا انا ما بحمرهاش برضو قوي اللي هو بسيب الخضار يتهري، لا انا تقليبتين تلاتة كده بتشرب ميتها، واقلبها في قلب السمنه، واسمع الطشه يعني بودني اللي هي ايه، الخضار بيتحمر، واقوم نازله بالتوابل اللي عندي. بس كده. ونزلت بميه، عندك شوربه انزلي بشوربه، ومعانا 2 شوربه ميجي لو انت هتنزلي عليها بميه. انا بصراحه ما كانش متوفر عندي شوربه فنزلت عليها بميه، وحطيت 2 شوربه ميجي. بصوا انا بوريكم الشوربه بتاعتها عامله ازاي، الرق على التحميره وانت بتحمري الخضار في قلب السمنه. الشوربه بتاعتها ما شاء الله كانها شوربه لحمه بالظبط. كان طعمها تحفه وكان لونها حكايه. اعتمدي الطريقه دي على طول واعمليها في بيتك. بصوا انا الخضار مش مهري ازاي، انا ما هريتش الخضار في قلب الشوربه، يا دوبك هو بياخد بس غلوتين وبقوم طافيه عليها ومنزليها. لما الخضار بيكون صحيح كده بتحس ان انت الخضار بيبقى ليه طعم احسن ما يكون مهري منك. ما تهريش لان كل حاجه غاليه والخضار غالي، فمش مستاهله يعني. بصوا انا خلاص غرفت اهو. قلت ايه؟ قلت اغرف انا وولادي عشان خاطر ايه، كان الجو ساقعه، وهي بصراحة بتدفي يعني، وحلوة قوي ومفيدة للأطفال وللكبار. فاعتمديها على طول في بيتك، مش شرط لحمة ومش شرط فراخ، اعتمديها على طول كأنها شوربة عادية. ونحمد ربنا. أهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول واحنا بنعمل الأكل. وما تنسونيش في المتابعة فضلا منكم وليس أمرا، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا انا بدوقها جميله طبعا، هي مش محتاجه كلام، وطعمها ولونها والله كان اجمل من ان انتوا شايفينها كمان. وبصوا هي كانت على النار اصلا، ريحتها ما شاء الله كانت حلوه جدا. انت لو عندك معلقه سمنه بلدي متوفره حط لها، بتبقى ريحتها حلوه جدا، ومش دسمه قوي زي انتوا ما شايفين. وبرده مش ان هي ما فيهاش سمنه كده خالص عادنا، لا. انا ما بحبش انزلها على الشوربه، انا بحب اخدها تحميره شويه في قلب معلقه السمنه وخلاص على كده. شكرا ليكم جدا.